السلام عليكم. طبعا صار كوما أني ما راح البيت أهلي، وقلت أخذ لهم شي بيدي. فقلت أسوي كيكة بيدي وآخذها. فسويت كيكة يعني إنه وكيكة البيت أهلي، دبلت الكمية وقلت آخذ كيكة هناك ناكلها يعني يمهم. بس المهم ورا ما سويت كيكة والله يعني والله اعتنيت بيها، وخليت جوز والشوكولاتة، وخليت زيت زيتون، وخليت يعني شكو شي يعني كيكة باعتناء كلش طيبة صارت، والحمد لله والشكر. وعصير برتقال يعني ما أقولكم. فالحمد لله والشكر ورا ما كملت وهذي أدق عليهم أدق عليهم ماكو، ما يشيلوا كالعادة. دقيت على أمي ما يشيله. يا أمي يعني يا ريت إذا كنتي تشوفين الفيديو، إن شاء الله المانع خير، إن شاء الله ما بيكم شي. طبعا أني قريبة يعني بيت أهلي منطقة، يعني على المنطقة منطقتهم، بس يعني لازم أدق عليهم لأنه مرتين رحت لهم ما موجودين يطلعون. فقلت أني المرة أدق عليهم قبل ما أروح. فدقيت عليهم أدق عليهم ماكو، يعني هم أبد ما حد شاف تليفون أني داقة عليهم. أختي ما شافت أني داقة عليها، أمي ما شافت أني 50 مرة أدق عليها. ما أعرف ليش إحنا يعني من يشوفون المكالمة فايتة ما يرجعون يتصلون، ما يقولون يابا هاي بنتنا تمرضت ماتت صار عليهم شي، صارت شغلة احتاجتنا. يعني ما عندهم هيج، يعني أمي ما عندها هيج شي، ما تقول والله فلانة دقت علي أو فلان دق علي خلنا أرجع أدق عليه أشوفه محتاج شي، أشوفه بنتي ضايق خلقها، بنتي حالتها مو زينة، أبد يعني ما عندهم. فأني هم أعطيهم عذر، أقول يعني يجوز التليفون مو يمهم، يجوز طالعين، يعني حتى من ترجع ماشي، يعني لو شهر شهرين ما دق التليفون ما يدق، ما حد يدق التليفون علي. وأقول لوجه الله لازم أني أدق، ما يخالف هم أمي هم هذي هم يدقون أنا أشيل التليفون أدق. فبهيجي حالة يعني بعد أني شو أسوي يعني ما يتواصلون يقطعوني واصلهم لوجه الله. يعني ما حد يجي أني أروح لهم هم أقول، وما ما وأكون ما خفيفة يعني لا بياتة، لا عندي جهالة أني مزعطة، لا عندي هذي، ما يعني نروح خفيفين ساعة ساعتين ونرجع. فهي هاي يعني ما أعرف أني. فيا ريت إذا شافوه شافوا أهلي الفيديو بس أريد أطمئن عليهم، أطمئن على أمي هم يعني هي يعني ظلت بس أمي يعني عندنا، يعني أبويا الله يرحمه ظلت أمي. يعني أمي إذا من نريد نحتاجها ومن نريد نشوفها ومن نريد نسمع صوتها هي ماكو، يعني ما أعرف. نقول الله يهدي النفوس، الله يحنن القلوب، ما أعرف شو يعني ما أعرف شو أقول، ما أعرف يعني. والحمد لله والشكر. وما أتمنى يعني إن شاء الله، يعني نقول إحنا ما أعرف بعد ما أعرف أحكي. يعني اعذروني بعد ما أعرف أحكي، يعني سكت الحكي كله سكت الحكي يعني. آه الحمد لله والشكر. أريد أسكت لا أجيب العيد. طبعا الأم ما ينتهي دورها لمجرد إنه خلاص البنية تزوجت الولد تزوج خلاص طلع،
خلاص وكلتهم شربتهم وصلوا حد زوجناهم هاي خلصنا منهم. لا، الأم وظيفتها تبقى، الأم والأب وظيفتهم تبقى لمدى الحياة. ماكو أم تطلع تقاعد من الأمومة، ولا أكو أب يطلع تقاعد من الأبوة. الأم أم، ليش لعد الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الأم المفروض، هاي المفروض يعني المفروض يعني شنو دورها ورا ما كبرت وكل من تزوج كل من هاي؟ المفروض هي يعني هي عاشت أكبر من عمر أولادها، المفروض يعني عدها تجارب أكثر، عدها بالحياة، عدها يعني عدها حكمة بالحياة، عدها يعني عقليتها أحسن. حتى منقول يعني المهم يعني تعطيهم دعم معنوي، تعطيهم يعني ماكو إنسان ما يجي يوم عليه يا أما محتاج واحد يطبطب عليه نفسيته تعبانة، أو محتاج واحد عنده مشكلة يريد لها حل، واحد مش عنده يريد نصيحة. ليش يروح على شخص غريب ينصحه نصيحة سيئة أو نصيحة غلط؟ شنو دور الأهل بهيج حالة؟ دور الأهل هم يحتوون الفرد. دور الأم ما ينتهي لمجرد إنه البنية تزوجت أو الولد تزوج. الأم ليش؟ لأنه أنا إذا أريد أنصح أحد يجوز ما يتقبل مني نصيحة، مثلا إذا أشوف شي غلط، غريب ولا قريب، بس ابني غصبا ما عليه يسمع نصيحتي، غصبا ما يعني أنا أنصحه يسمع نصيحتي، ياخذ بيها وما ياخذ بيها، بس أنا أقدر أنصحه. فهاي الأم فائدتها بالحياة إنه تنصح بالتي هي أحسن. طبعا مو نصيحة إنه يعني بتعيير أو نصيحة بكلام يعني جارح، لا، نصيحة حلوة للأب والأم، والأب نفس الشي. تكون صديقة لبنتك، تكونين صديقة لابنك، أو هو الرجال يكون صديق لابنه. فكبير العائلة كان أب أو أم أو اثنيناتهم موجودين على قيد الحياة، دورهم إضافة إنه يتفقدون أولادهم، يتفقدون بناتهم، يحننون القلوب واحد على الآخ، يعني يشوفون منو اللي مبتعد ومن اللي هذي، منو اللي يعني اللي حالته زينة يعني يوصوا على حالته المو زينة، اللي يعني هو هذا ترى هو المفروض. يعني المفروض الأهل هو عينهم، يعني مثل ما أني عيني على أطفالي أوصي الأخ على أخته والأخت على أخوها، دير بالك على أخوك، شيلي هذا، حطي هذا. طبعا ما كم مرة طفت الكهرباء وأنا دا أشتغل، المهم فرغت الكيك بالظلمة على فلاش، مثل ما تشوفون بالقالب صورته بالفلاش، وهاي الكيكات وأنا ما طلعت اجت الكهرباء. فيا عيني يا ماما يا أختي دا أدق عليكم ما تشيلوه، هواي دقيت عليكم، يعني مو معقولة ما شفتوا أكو اتصال، أكو شخص متصل بيكم 50 مرة. بس شو نقول، يعني هو لوجه الله، تراني لا رايدة منكم، يعني ما رايدة شي، بس أسأل عليكم وأسلم عليكم، وجي عبالي أجيكم شوية أتفضى يمكم ساعة ساعتين وأطلع، بس بعد الحمد لله والشكر لكل. إنما الأعمال بالنيات، و... وإذا كان نيتهم يقطعوني ما أعرف السبب، أنا أعرف يعني الله يهديهم، أنا علي بس أرضي رب العالمين، أرضي ربي، وبعد كيفهم الحمد لله والشكر. طبعا أنا ما زعلانة من دا أحكي هذا الكلام، ما زعلانة أبد، و... ولا راح أزعل، لأن كنت قبل أزعل، هسه لا،
يعني أسوي هسه كل شي لوجه الله، لأنه ديننا يحث على صلة الرحم مثل ما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بدي أسوي محاضرة دينية، بس هو يعني صلة الرحم رب العالمين حثنا عليها كلش هواية، فلهذا أنا أسوي كل شي لوجه الله. يعني أي كلمة، يعني حتى تعبي ويا أولادي دائما أحتسب التعب والأجر لله رب العالمين، لأنه مهما يكون ما حيقدر، يعني ما حيقدر يجازونا هاي إذا جازونا، يعني التعب، السهر، المدارة، الأكل والشرب، والأم تتحمل أشكال. فدائما علاقتي بالغير، يعني تعبي الشخص أو هذه أحتسب أجرها لله رب العالمين، لأنه العوض من رب العالمين أعظم وأكبر وأحلى. رب العالمين بعد الكريم، ما انتظر عوض من أحد أو هذه سويته لله. اللي جاني منه خير جاني منه خير، ما جاني منه خير يعني عادي، ما يضيع أجري، لأنه محتسبته لله رب العالمين. ولهنا أسلم عليكم وأقول لكم مع السلامة. أعتذر إذا دوختكم، بس في النهاية أتمنى منكم تدعموني باللايك والاشتراك. في أمان الله، مع السلامة، أشوفكم بفيديو جديد.